السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم في قناتكم شهوات مطبخ آلاء. اليوم إن شاء الله تتمة الوصفة ديالنا ديال المعسلات اللي بديت معكم في الفيديو السابق. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم هاد لي سيجار وهاد القنينطات كما كتشوفوا معايا كيجيو اكثر من رائعين. ها هما من بعد ما عسلناهم ليله كامله كنوضعوهم في واحد السوبيره ولا في بواطه تكون محكمه الاغلاق وكنسقيوهم، يعني كنعملوا طاج بطاج. ضروري ما كنديروا بلاستيك غذائي كما كتشوفوا معايا. كنحاولوا ما نعمروش البواطه ديالنا بزاف باش كتجينا في الغلق ولا في الاغلاق ديالها محكمه. كما كتشوفوا العسيله عندي هنا خاطره صنع منزلي ما شاء الله. غادي نخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف. كنعاود نسقي جيدا كما كتشوفوا معايا هاد لي سيجار والبريوات ديالي جيدا، وكنغلفهم مزيان بواحد البلاستيك غذائي وغادا نغطي عليهم بالغلاقه يعني تكون محكمه كما قلت لكم ونحتفظوا بهم. هنايا كيلو ونصف ديال الفول السوداني اولا كاوكاو كما كتشوفوا معايا، يعني خديته مسحته مزيان بواحد الزويف ودهنته بشويه ديال الزيت، دخلته للفران حتى كيتحمر على نار تكون متوسطه على هذا الشكل. هذا كيتحمر مزيان، غادا نخليه حتى يبرد وغادا نزول ليه القشره ونتلاقى بكم ان شاء الله. بالنسبه المقادير اللي غادي نحتاجو، عندي هنايا السنيده هي اول حاجه غادا نضيف. عندي هنا 400 غرام ديال السكر الخشن، يعني ممكن تنقصوا ولا تزيدوا في الحلاوه حسب الرغبه. كما كتعرفوا الحلاوه كتحكموا فيها. غادا نوضع الكميه المناسبه كما قلت لكم. عندي هنا 400 غرام. غادا نضيف لها كذلك واحد 2 معالق ديال القرفه تكون مطحونه جيدا. كما كتعرفوا هادو هما المكونات اللي كينسموا لينا هاد العقده هادي. نضيفوا كذلك معلقه صغيره ديال المسكه حره مدقوقه وقليل من الملح باش كنعدلوا الذوق. وعندي هنايا ساشيه ديال زهره البرتقال، يعني كتعطي واحد النسمه غزاله، ضفتها كامله. كنت متردده لان عندي هنايا 4 المعالق ديال المزهر، ولكن في الاخير ضفتها كامله لانها الريحه ديالها زوينه. عندي هنايا بالنسبه للزبده، يعني ممكن تضيفوا الزبده من اصل نباتي ولا الزبده من اصل حيواني. ضفت 6 ديال المعالق كبار ديال الزبده. كما كتعرفوا الزبده كتهشش هذيك العقده، كتجي يعني ميدمه ما كتجيش ناشفه في الحلق، وكتحافظ لينا على القرمشه ديال الكاوكاو كذلك. من بعد ما ضفت الزبده ديالي غادا نحتفظ بهذوك المقادير جانبا. عندي هنا الفول السوداني ولا كاوكاو ديالي، من بعد ما زولت له القشره غربلته في هذه الشبكه هذه عندي كتحيد ليا القشره مزيان. وضفت النصف ديال الكميه في الهاشوار ديالي. غادا نضيف عليه نصف الكميه ديال المقادير اللي حضرت معكم من قبل، وغادا نشعل عليه ولا غادا نحاول انني نهرمشو في هذا الهاشوار هذه. وبغيت نسولكم الاخوان والاخوات الله يجازيكم بخير، بالنسبه لهذا الهاشوار هذه كانت عندي وحده اخرى مزيانه، يعني 5 سنين وانا خدامه بها ما شاء الله. كطحن مزيان، كتهرمش كلشي مزيان. تهرسوا لي دوك الماس ديالها للداخل. من بعد عقبت خديت هذه، يلا خديتها. اول استعمال ليها هو هاد المعسلات هادو كما كتشوفوا معايا. يلا جربت فيها الخدمه وبغيت نسولكم واش الخدمه ديالها يعني كتكون بحال هكا ثقيله ولا غير حيت انا كثرت يعني الكونتيتي ديال الكاوكاو، لانها فقساتني ما نكذبش عليكم. اللي عنده هاد لا ماشين هادي ولا هاد الهاشوار هادي خلي ليا التجربه ديالو في تعليق الله يجازيكم بخير، لانها فقساتني صراحه. كيف ما كتشوفوا معايا كطحن اللي لتحت وكتخلي داكشي اللي الفوق يعني باقي شاد في راسو. يعني عذباتني واحد شويه ولكن ماشي مشكل. كيف ما كتشوفوا معايا واخيرا طحنت نصف الكميه، يعني نخليوها تكون مهرمشه. وسمحوا لي انني خرجت على الموضوع
المهم باش نفيدو نستافدو بعضياتنا، يعني اللي عنده هذا الهشوار هذا يفيدنا ونفيدو بعضياتنا بالتجارب ديالنا. هذه قناه للاستفاده، للافاده والاستفاده كما قلت لكم. كيف ما كتشوفوا معايا كنحاول نخلط، كنهبط هذاك الكاوكاو اللي طالع ليا الفوق اللي باقي صحيح، انا بقيت معاها حتى قضيت الغرض، ما عندي ما ندير. هاد المره غادي نحاول ندير كونتيتي تكون قليله وغادا نجرب ان شاء الله يكون خير. بالنسبه لهاد كما كتشوفوا معايا ها هي العقده ديالتنا، ها هي وجدات كنزولها من الهاشوار ديالي. غادا نضيف عليها 2 معالق كبار ديال الكونفيتور ديال المشماش واصفر ديال البيضه. هادو هما اللي غادي نخليو لينا الحشوه تكون معلكه. هذا هو السر اللي كنضيفه باش كتجينا الحشوه معلكه. كاين واحد السر اخر بالنسبه اللي بغى يدير الكراميل، انا الكراميل كيجيني حلو بزاف ما كنقدرش عليه. ايوا دابا غادي ندلكو ارايا دلك يا ما دلك باش نحصلوا على واحد العقده تكون طالقه الزيت ديالها. كيف ما كتشوفوا معايا باقا ناشفه، غادا ندلكها مزيان ومن بعد غادا نقسم هاد العقده على 2 لانني بغيت نوجد 2 ديال الوصفات. قبل من هكا كما كتشوفوا معايا راه الحشوه ديالي ولا العقده ديالي نشفات لان الزبده كاينه فيها والحال بارد. يعني كما كتشوفوا جمد ليا هاد الكاوكاو سبحان الله. يعني اضطريت انني نضيف ما زهر، ما تخافوش منه، نضيف واحد الكميه معلقه حتى ل2 ونعاودو ندلكو مزيان. وغادي تشوفوا معايا النتيجه ديال العقده راه كتولي رطبه ما شاء الله، كتولي كتكور معكم بسهوله. كيف ما كتشوفوا معايا ما كتبقاش العقده ناشفه. غادا نكور. عندي هنا كيلو ديال الورقه الكبيره كيما كتشوفوا معايا باقا طريه ما شاء الله. غادا نقطعها على هذا الشكل هذا على 4 وغادي نعاود نقطعها كذلك مره اخرى حتى كيلو عندي 8 ديال المثلثات. يعني هاد لي سيجار كنخدموهم على شكل مثلث، كنقطعوا الورقه على شكل مثلث كما كتشوفوا معايا. غادي نحتفظوا بهاد الورقه كامله في واحد البلاستيك غذائي كما كتعرفوا باش ما تقروش وما تكرمش معانا وباش تبقى لينا رطبه على حساب الخدمه. يعني انا ما غاداش نقطع لا زوائد لا والو، ما شاء الله كما كتشوفوا راها طريه مازال سخونه. غادا نبسط معاكم هاد الطريفات هادو ديال الورقه على هاد الشكل هذا. دائما كما كتعرفوا الوجه الحرش كنديروه من الداخل والوجه الملس من برا باش كتجينا الورقه ديالنا مفينيه وملسه من برا من الوجه ديالها كما كنقولوا. من بعد ما غنبسط هاد الوريقات هادو على هاد الشكل هذا، يعني ما غنحتاجش انني ندهن بالزيت. كانت عندكم الورقه ناشفه ولا يعني خديتوها مده طويله عاد غتستعملوها ضروري تدهنوها باش ما تفرتتش معاكم. وغادا نبدا نشكل في هاد لي سيجار ديالي في العقده ديالهم على هاد الشكل هذا. كنديروا حريبلات صغار، يعني بالنسبه للكميه راه عينيكم ميزانكم. بغيتو توزنوهم في الميزان لكم واسع النظر، ما بغيتوش ماشي مشكل. كنبقى انا مستمره على هاد الطريقه هذه حتى كان نوضع الكميه المناسبه في هاد الوريقات هادو اللي عندي. غدا نبدا نشكل معكم في هاد لي سيجار هادو كما كتشوفوا معايا هنا. من بعد ما انتهيت من انني نوضع العقده فيهم كاملين غدا ندهن هاد الحروف بالبيض اولا بابيض البيض. ممكن تستغناو على ابيض البيض وتستعملوا دقيق مخلط بما زهر كيعطي الريحه زوينه في العجينه ديالكم ولا مع الماء ماشي مشكل. غادي نجمعوا هاد الجوانب كما كتشوفوا معايا على هاد الشكل هذا وكنروليو يعني بطريقه جد سهله ومبسطه. غادي نعاود معكم مره اخرى التشكيل ديالهم، يعني باسهل طريقه ممكن تحضروا هاد لي سيجار هادو كيف ما كتشوفوا معايا. يعني الفيديو راه واضح وباين، غنقرب لكم هادو باش يكون الفيديو واضح اكثر.
يعني غير كتجمعوا هاد الجوانب هادو على هاد الشكل هذا وكتطويو. وبالنسبه للقنينطات راه كذلك نفس الطريقه باش كنخدموهم، غير هما كنبركو على هاد الحشوه هادي وما كنزيروش الطويه، كنخليو الطويه متيسعه واحد شويه وكنبركو عليهم بصبيعاتنا باش كيجي المنظر ديالهم مستطيل. كما كتشوفوا معايا بالنسبه لي سيجار كنبرموهم وما كنحاولوش اننا نزيروا الورقه. علاش؟ لاننا دايرين المح ديال البيض. كما كتعرفوا البيض راه كيتنفخ، غيطرطق لكم العجينه. يعني كاين بزاف ديال الاخوات كيعانيو من هذا المشكل، كيقولوا لي بلي راه البريوات ديالهم كيطرطقوا لهم في القلي. يعني هذا هو السبب المؤكد، هو اللي كيدير هذا المشكل هذا وكيتسبب في ان البريوات تاعكم كيطرطقوا. ممكن انكم تستغناو على اصفر البيض وتستعملوا الكراميل ولا تستعملوا المربى ديال المشماش كما شفتوا في الفيديو. الا كنتو ايديكم يعني كتزير الورقه، كنتو كتخدموا الورقه هكا مرخوفه، راه ما عندكم مناش تخافوا. غادي نعاود معكم التشكيل ديال هذه سيجاره مره اخرى على هذا الشكل هذا، يعني باش الفيديو يكون جد واضح وباين. يعني راه ايديكم كتولي خفيفه، كيولي يجيكم العمل سهل. بالنسبه لي انا راه عندي كوموند ديال الناس، يعني داكشي علاش درت المقادير مضوبله. درت كيلونز ديال الكاوكاو، ممكن انكم ديروا كيلو الا ربع وتقسموا المواد ولا المقادير الاخرى اللي ضفت. كنستمر على هذه الطريقه هذه حتى كنحصل على لي سيجار ديالي نفس الشكل ونفس الحجم. غادا نوضعهم في واحد البلاطو وغادا نلوح عليهم واحد الزويف، نغطيهم ونخليهم لمده لا تقل عن 8 ساعات او ليله كامله. بالنسبه لي انا خليتهم ليله كامله حتى نشوفوا مزيان. علاش البنات؟ باش هاد الورقه ديالكم كتكون ناشفه ومقرمشه من الداخل، ما كتجيكمش معجنه. كما قلت لكم ما كيجيوكمش هاد البريوات هادو ولا هاد لي سيجار معجنين من الداخل، كيجيو مقرمشين وكيجيو ناشفين من الداخل. يعني كتجي العجينه رقه على رقه، بالاخص الا كانت عندكم الورقه جوده عاليه. ها هما لي سيجار ديالي مع القنينطات. شفتوا القنينطات كيفاش كيجيو على شكل مستطيلات، حتى هما كيجيو مأنقين في المنظر الصراحه. يعني انا كثرت لي سيجار، هما اللي كثرت وبغيت نشارك معكم غير الشكل ديال القنينطات. المهم غادا نحتفظ بهم حتى الغدا ان شاء الله وغادا نتلاقى بكم. بالنسبه لهاد لي سيجار ديالي كيوليو ناشفين ومشمعين من بعد ما سخنت الزيت ديالي على نار تكون متوسطه. كنقليوهم على هاد الشكل هذا وحضيو مع العافيه. الله يحفظنا ويحفظكم. يعني رانا هنا غتشوفوني دايره بوماده ديال الحريق الايدي، طارت عليا الزيت ما شاء الله. يعني ربي يلطف ربي يلطف سبحانه وتعالى. زلقات الجميله دابا تشوفوا المنظر، يعني راه المنظر كيخلع صراحه. ما عليناش. عندي العسل هنايا اللي سبق لي وحضرته معكم، اللي هو دافي. يعني الكميه اللي قلينا كنسقطروها مزيان. كما كتشوفوا اللون ما يكونش احمر، يكون غير مذهب. وكنوضعوهم في العسل على هذا الشكل هذا. كنحاولوا نقليو الكميه تكون شويه بشويه باش كيكفانا العسل. من بعد ما قليت هاد القليه الاولى غادا نخليها تشرب مزيان كما كتشوفوا معايا، وغادا نمشي نقلي القليه الثانيه. كيف ما كتشوفوا اللون كيكون غير مذهب. نحاولوا نحركوا غير بشويه، انا كنحرك بالقتيب باش ما كيتكسروش ليا هاد البريوات ولا هاد لي سيجار ديالي. كما كتعرفوا العجينه راه ديال البريوات كتكون، الورقه ديال البريوات كتكون يعني هشيشه. كنحيد القليه الاولى كنوضعها في واحد الاناء اخر، وكنعاود نحط القليه الثانيه في نفس العسل. كنستمر على هذه الطريقه هذه حتى كنسمل الكميه اللي عندي كامله. وانا كما قلت لكم عندي ما شاء الله كانت عندي الكميه كثيره باش يكفاني العسل. يعني هذه هي الطريقه اللي كندير. كان عندكم العسل كثير راه كديروا واحد الاناء كبير وكترميو كل شيء مره واحده، لان هاد المعسلات راهم ما غاديش نزولوهم من العسل في هاد الليله، ضروري غادي يبقاو واحد المده طويله حتى هما ليله كامله باش كيجيونا معسلين. هاد البريوات وهاد لي سيجار من الداخل ضروري ما كيباتوا في العسل.
كيف ما شفتوا معايا انا دابا غادي نزول هاد القليه هذه اللي حطيتها واحد المده طويله هنا بين ما سالت لي القليه الاخرى، وغادي نكمل بنفس الطريقه حتى غنسالي الكميه اللي عندي. كيف ما كتشوفوا معايا عندي ما شاء الله الكميه كبيره. كيف ما كتشوفوا معايا وصلنا للمرحله المهمه من بعد ما قلينا هاد البريوات ولي سيجار كاملين وعسلناهم بالتدريج. يعني كل فوج كنعسلوه وكنحتفظوا به، كنوضعوهم في هاد البانيو ولا في شي اناء كبير وكنسقيوهم بالعسل ليله كامله. من بعد كما كتشوفوا من بعد ما دازت ليله كامله وضعتهم في الكسكاس باش يتقطروا، وغادا نحتفظوا في المجمد ان شاء الله. اللي غتمشي كوموند غتمشي، ولا غنحتفظ بها في المجمد غنحتفظ بها. بهذه الطريقه هذه كنعملوا كوش ديال بلاستيك غذائي وكنوضعوا فوقه كوش ديال هاد البريوات ولي سيجار وكنسقيوهم بالعسيله تكون خاطره كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. وكنديروا بين كل طبقه وطبقه كنوضعوا بلاستيك باش ما كيلصقش لينا هاد المعسلات على بعضياتهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفيديو ديال اليوم ولا ديال الشهوه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم. ما تنساوش تدعموا القناه باشتراكاتكم ولايكاتكم وتعليقاتكم محفزه. وكما كتشوفوا هذه راه الكوموند تاع السيده ما شاء الله يعني داتها وهي فرحانه بها، واللي بغات شي حاجه مرحبا بها. راه الناس كتعرفني الحمد لله. الجوده ما نعاودش لكم، والمنظر والمذاق ما نعاودش لكم. خلاص الناس اللي ضاقت عندي هاد المعسلات هذه راه حماقت عليها صراحه. وبالنسبه للناس اللي بعاد ماشي مشكل، ياخذوا المقادير ويجربوهم على الضمانه ديالي. غادي تكون الوصفه ناجحه باذن الله، بالاخص الا تبعتوا جميع المراحل.